انا عشان نخرج الناس، انا كل هدف الاعلام المصري هو عايز يحسب الجزار بيكسب وبيعمل ايه. انا حسبتها له عشان نريحهم بنسب معتمده ومسجله من الهيئه العامه ومن مصلحه الضرائب. لو حضرتك احنا هنقول ان الجزار دخل المخزن جاب عجل مذبوح 220 كيلو، اتفضل، سعره الرسمي 57 جنيه، اصبح هنا عامل 12540، طلع منه 27%. هتساليني ال 27% دي هقول لك النسبه دي معتمده من قبل مصلحه الضرائب ومن الهيئه العامه لما حبت المصلحه تحاسبنا على نسبه الارباح، فجابوا دكاتره بقت المتخصصين عارفين العجل فيه نسبه قد ايه دهن وقد ايه عظم. يبقى اصبح العجل ابو 12540 ده بتشيل منه ال 27%، يبقى معاكي 160 كيلو شقتين قائمين بالدهن والعظم خارجين من المجزر بيروحوا عند الحاج وعندي. اتفضل. بيقف فيهم تجاري ب 79 جنيه لان انا شلت منهم 27%. واخد بال حضرتك؟ في 79 جنيه ده سعر تجاري، يبقى 12640. تعالي بقى ال 160 الشقتين بعدها ما شلت منهم الدهن والعظم دول وادوني 160، بيطلع منهم 130 كيلو لحمه مميزه اللي هم ايه؟ اللي هم رعيل الفليت والانتراكوت والتريبيانكو والكراته بالظهر بالموزه بالفرخه. ده المميز اللي هو بيتباع في المناطق الراقيه زي التجمع زي الرحاب زي وسط البلد اللي هي ليها نوع معين من المستهلك من الاجزاء. واخد بالك؟ معايا انا بقى 30 كيلو اللي هم ضش وسره اللي هم اهالينا والبلد يقول لك عليهم بطن العجل. دول بيتباعوا بسعر منخفض، بيتباعوا بكام؟ ب 65 جنيه، وبعد محلات الجزيره الافرنجي بتبيعهم في صوره مصنعات سجق وطرب وكفته وهمبرجر ب 65 جنيه. يبقى ال 160 كيلو معانا منهم 130 في 85، خلي المشاهدين يمسكوا ورقه وقلم، يبقى معانا 11050 و30 في 65 اللي هم ضش وسره يبقى 1950، يبقى انا معايا 13000 من عجل ثمنه 12540. ربح الجزار في المناطق الشعبيه في العجل اللي وصفته لحضرتك 300 جنيه، حملي عليه الضرايب والتامينات والعماله.